السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب العالمين. ده كان الحل الوحيد. انا قلت لكم قبل كده اهم حاجة نظافة الاكل، وطبعا مش هضحي بالعجل علشان خاطر الفرخات دول، عشان خاطر دول مش هضحي بالعجل طبعا. كان علشان انا انزل هما يطلعوا قدامه يربشوا ويعملوا حمام في الاكل، ما ياكلش لحد ما اطلع له تاني انضف له الاكل. فطبعا يعني انا ذبحتهم، وان شاء الله هجيب مكانهم ابيض. الابيض هيتحط في مكان طبعا مش هينط على المخول هنا كده ولا هيبوظ الاكل. انا مربياهم من عمر يوم، جايباهم كتاكيت كده ومربياهم من عمر يوم. مش مشكلة، هم حشو وخلاص. يبقوا شمرت كده حشو وخلاص. يعني انا كنت يعني مستنيه ربهم يكبروا كده ويبيضوا، عشان كان عندي حبة فراخ بيبيضوا وانا ذبحتهم. فخلاص كل شيء جسمه نصيب. انا مربياهم عمر يوم. واهم حاجه نظافه الاكل. ما كلش طبعا هيبقى ضامر ومش هيستفاد بالاكله اللي انت هتديها له خالص، عشان هيقعد وقت طويل لحد ما تطلع له تاني تحط له اكل. ما يكونش كل، لان هما هيبوظوا الاكل اللي قدامه. فمش هياكل، طبعا الاكل مش نظيف مش هياكل. فانا ذبحتهم وان شاء الله هجيب مكانهم ابيض، بس مش هجيب كتير ان شاء الله. انا كنت جايب ابيض قبل كده، فربيتهم وكبرتهم بصراحه وبعتهم، عشان كنت جايبه كميه كبيره. كنت جايبه في الاوضه هنا 200، مجهزه الاوضه دي وكنت جايبه فيها 200، والاوضه اللي ورايا دي كنت جايبه فيها 200. الكلام ده من سنه او سنه ونص. فان شاء الله هجيب ابيض. ذبحتهم وان شاء الله هجيب ابيض. واهم حاجه نظافه الاكل. الاكل مش نظيف هو مش هياكل. اي حد عنده اسعار الابيض، عارف الاسعار يعني، يقول لي الاسعار، لان انا بقالي فتره كبيره ما جبتش ابيض. هجيب مكانهم ابيض، مش هجيب كتير يعني. انا كده كده بطلع، هتطلعي الحبه فراخ زي هتطلعي العجل زي هتطلعي كده كده طالعه فوق. كده هتنضفه وكده هتنضفه. مش هجيب كتير يعني، هجيبهم للبيت. لو جبت 10 15 واحده كده للبيت، عشان كده طالعه وكده طالعه. فيعني الاستفاده يعني بالوقت واحد يعني. انا بفتح الكاميرا والله ما بقاش مجهزه بقول لكم ايه، كل اللي بيجي على لساني بقوله. يعني مش عارفه، ما بجهز كلام، بحب ابقى على طبيعتي. ما تنسوش لايك واشتراك في القناه، فضلا وليس امر. يلا سلام عليكم.